بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد وأخبار جديدة وآخر أخبار وأهم أخبار نادي الزمالك. عندنا النهاردة إن شاء الله أخبار حلوة جدا وأخبار مفرحة جدا. وأول خبر معانا رسميا انتهاء أزمة صلاح مصدق. امبارح اتكلمنا في فيديو امبارح وقلنا إن الوفد الزملكاوي في المغرب بيخلص صلاح مصدق وبيخلص عبد الحميد معالي، وبالفعل كان القصة كانت واقفة على إن مصدق مش موافق بال200,000، كان عايز 400 مقدم. وحتى لما الخبر طلع من نادي الزمالك التلات إن على العصر كده، قصدي إن النهارده الاثنين على العصر، إن الخبر كان خالص، ما كانش لسه خالص لأن ما كانتش الفلوس وصلت. وأول ما الفلوس وصلت خلصت الموضوع واتبعت المحامي بتاعه كان في تونس وكلهم متواصلين مع بعض وشغل من نار، واتبعت للفيفا بانتهاء التسوية مع الزمالك. واتكتب، ودي أهم نقطة راح بسببها الوفد الزملكاوي، اتكتب بالظبط دي اللي محدش بيتكلم عليها. الأهم نقطة راح بسببها الوفد الزملكاوي إن الصيغة اللي عايزها نادي الزمالك تروح للفيفا يبقوا مشرفين عليها بعينيهم، مش من خلال ايميلات، لان الوقت ضيق. فكتب بالظبط الصيغه اللي نادي الزمالك عايزها وشايف ان هي تساعده في رفع القيد التأديبي، وان شاء الله تكون سبب. زي ما قلنا في فيديو امبارح ان مهم جدا 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 ان احنا ده زي ما قلنا ان ده اللعيب الرابع، وان احنا ما يجيلناش رابع مكانه. الرابع المكانه اللي كان متوقع معالي او سامسون، محدش بيتكلم عن سامسون في الفتره اللي جايه هتسمع عليه، محدش بيتكلم دلوقتي عنه خالص. فقال لك نخلص معالي كمان بالمره. معالي كان في خناقه والنادي بتاعه زعلان، انا ليا فلوس واللعيب ليه فلوس وانتوا بتتكلموا اللعيب قبليه. ان شاء الله خلال 48 ساعه الخبر الثاني كويس معانا، عبد الحميد معالي هنسمع قصته خالصه خالص. وعشان نشكر اللي ربنا جعله سبب يدينا الفرحه ديت وانتهاء الازمه دي، لان انتهاء الازمه بفلوس. فهنا ممدوح عباس، انا بقول له برافو ممدوح عباس، برافو ممدوح عباس. ممدوح عباس ما دفعش حاجه في دي، طب بقول له برافو ليه؟ ممدوح عباس زي ما قلنا المجلس كان ضاغط عليه وعمالين يسربوا، انت اللي دفعت، انت اللي حطيت 3 مليون، انت قال لهم انا ما حطيتش ومش هحط، لما احط هقول انا حطيت. ليه؟ ارموا بياضكم، انتوا اللي عملتوا المشكله. لما تحلوا مشكلتكم انا ادفع، وروني ان انتوا بتدفعوا عشان ادفع. فاحنا قلنا الحل سهل خالص عشان ما نفضل نخلص المشاكل كلها، ان المجلس كله يقعد على الاقل 8 اعضاء اللي هم رجال الاعمال من المجلس، كل واحد يحط $1,000,000. القصه سهله خالص لو هم فعلا عايزين يحلوا. تمام. فمين بدأ بنفسه النهارده؟ الاستاذ هاني بيرزي. فده اللي نقول له شكرا شكرا شكرا، ودفع $1,000,000 لنادي الزمالك. الاستاذ هشام نصر دفع برضه فلوس، مصاريف الرحله والقعده في الفندق وكل المصاريف دي، لان دي مصاريف ده اتكفل بيها الاستاذ هشام نصر عشان كل واحد ياخد حقه. واحنا هنا بنقول لكل عضو مجلس اداره هتدفع هنقول اسمك. طب ليه؟ مش عشان نشكرك، لا، عشان في حاجه اهم من ان احنا نشكرك. ايه هي؟ ان احنا المجلس معروفين بالاسم 1-1-1-1، فاللي هيدفع هنعمل عليه علامه صح، ولحد $1,000,000. يعني انا مثلا بقول بشكر استاذ هشام نصر، بس انت ما تكلمنيش في فكه وما تقوليش على اللي فات. طب هاني بيرزي دفع في اللي فات، كله دفع في اللي فات، وحسين السيد دفع في اللي فات قرض وخده. انا عايز $1,000,000 من كل واحد خلال الشهر دوت، $1,000,000 عشان فلوس اللعيبه اللي جايه، وهيبدا التجمع شهر 7 وهنخش في مشاكل ياما. فالناهي في الشغلانه دي، ويا رب كلامي يوصل. واستاذنكم لو شايفين اي زملكاوي حتى لو العدد 5 كلامي صح، حطوا على المواقع نادي الزمالك، حط الكلام ده على المواقع لعل صوتنا يوصل. احنا بنتكلم بكل ادب عليهم اهو، بنقول اللي هيدفع على الاقل $1,000,000 من اعضاء المجلس هنقول له متشكرين. اقل من كده هنفضل نقول له انت ما عملتش حاجه، انت كنت سبب في المشاكل وسبب في الخراب. صلاح مصدق كنا لو دفعنا 40,000 كان زمانه بتاع الزمالك، وكنا احنا اللي خدنا فيه 800,000. كان جاي له عرض ب100,000 اعاره للوداد اللي هو راح له، و700 اوبشن تو باي. يعني لو فعلنا العقد هنديك 700. يعني انتوا خسرتونا 1,500,000 او 1,600,000 بالظبط.
برضو محدش بيتكلم عليها. فلو انت زملكاوي، لو العدد 5 10 بيتابعوني بشكل جاد، استأذنكم لو شايف الكلام ده مظبوط حطه على كل صفحة من صفحات نادي الزمالك اللي عندك، وادعمني ان احنا لو عايزين افكارنا توصل وكلامنا يوصل بفضل الله ثم بدعمكم. دي حاجة. فدي اول حاجة، ان صلاح مصدق خلاص، عبد الحميد معالي ان شاء الله خلال 48 ساعه. كان في كلام بمناسبه لعيبه المغاربه اللي في الزمالك الجفالي ان احتمال القيد ما يفتحش، طب يلا نرجعه. لا على فكره هو عامل شكوى، بس هي الشكوى لسه ما خدتش حكم. ممكن يرجع، ممكن لو اتحلت يرجع. كان في كلام صغير، بس حتى لو القيد مقفول هم كده كده هيسووا مع الجفالي. فان شاء الله خلال اسبوع هتسمع الجفالي برضو خلاص باذن الله. التركيز اللي بنقوله بقى للمجلس، ركز على اكينيولا، ركز على عمر فرج، ركز على نضاي، ركز على مشلاك. طب انا بعد قواضي يمكن يكونوا مالهمش دعوه بقواضي القيد الافريقي اللي احنا عندنا فيها ديدلاين، يعني المفروض دول الاول، بس لا دول اهم دلوقتي. ليه؟ عشان نطلع من القيد التأديبي تاني، ان احنا نبقى نهيناه وما يجيش تاني، فده اول خبر معانا النهارده. الخبر الثاني اللي عايزين نتكلم فيه معاكم النهارده، وهو ان احنا عايزين النادي الشعبي والنادي والجمهور المحترم الوحيد اللي هتلاقي على كل صفحاته ده على قناه نادي الزمالك الرسميه، مبروك للنادي المصري. رغم ان احنا لو بنتكلم كوره بطريقه الناس التانيه، مش عايزين نسمي انديه ومصلحتي وبس والغل الكروي ده، مش هنقول مبروك للمصري. طب ليه مش هنقول مبروك؟ لان معلش اما نلاعب انبي ككوره ولا المصري، لا الاصعب علينا المصري. نادي جماهيري ونادي تقيل ونادي ظهره ناس وبتاع. طب احنا هنلعبهم امتى اصلا؟ هنلعبهم في السوبر المصري. القوانين بتاعته ان بطل الدوري بيلاعب بطل كاس العاصمه. يبقى احنا كان هنلاعب مين ان شاء الله قريب؟ يا المصري يا انبي اللي كان هيكسب. النهارده المصري كسب، المصري اصعب، بس بالنسبه لنا احنا فرحانين ليه؟ لانه نادي شعبي. فاحنا بنقول للنادي المصري الف مليون مبروك. وبقالك سنين ما بتاخدش بطولات، لكن انت كجمهورك والمصري ده شعب، دوله اسمها دوله بورسعيد بالنسبه للكوره يعني. فبنقول لهم الف مليون مبروك وبالتوفيق، وان شاء الله بقى نكسبكم في السوبر المصري باذن الله. بمناسبه بقى السوبر المصري معانا خبر كمان، وهو انه زي ما انتم عارفين قوانين السوبر المصري عباره عن ايه؟ بطل دوري، بطل كاس، بطل كاس العاصمه، الرابع كارت ذهبي. تمام. مين اللي بيخش بالكارت الذهبي؟ النادي اللي ما خدش ولا بطوله من الثلاثه دول، زي الزمالك ما خدها السنه اللي فاتت كده، خد الكارت الذهبي ما كانش واخد بطولات. السنه دي مين اللي مش واخد بطولات؟ حصل عليك يا بالي نادي الاهلي، فهو اللي واخد الكارت الذهبي، اتنطط عليه وقال انا مش هاخد. طب ليه؟ اصل انا هاخد فلوس كام يعني؟ دي البطوله ما بتجيبش فلوس. ده المعلن، الحجه المعلنه ان هم كل كلامهم كده عكس الحقيقه. لكن الحقيقه ايه؟ اصل انا رايح السعوديه وفي بطوله شغال عليها كده، بطوله وديه وتجيب لي قد الفلوس دي كذا مره وبتاع، وانا كده مش قلقان من اي عقوبه ان هتوقف سنه مثلا عن السوبر المصري ده بكارت الذهبي. انا مش عايز الدعم، حق صح، بس هو ليه مسرب ان انا مش عايز السوبر؟ عشان يطلع بحاجه من اتنين، وهي دي النقطه الاساسيه. القصه مش فلوس وان البطوله بالنسبه لك فلوسها قليله ولا الهجص ده. طب ما انت بتروح فيها كل سنه، امال ليه السنه دي؟ عشان الكارت الذهبي يلاعب بطل الكاس، وبطل الكاس بيراميدز. ايه دي بقى؟ الثلاثه اللي لسه واخدهم من بيراميدز، والاثنين قبليها اللي واخدهم من بيراميدز. فكل ما يلاعب بيراميدز يتروق، ملوش حظ معاه، فيقول لك اروح السوبر المصري اطلع من اول ماتش واروح؟ لا. طب انا كمان يا اهلي لما ما اروحش هستفاد ايه؟ الزمالك هيلاعب المصري النهارده، ماتش تقيل. طب لو عدى منه هيلاعب بيراميدز، ماتش تقيل. لكن انا هروح البطوله الوديه في السعوديه، خدت فلوس، وحتى لو اتغلبت اهو ما حدش هيهاجمني، واخش الدوري وانا معليش ضغوطات من من الجماهير، خصوصا الضغوطات اللي عليه من الفتره اللي فاتت انه ما خدش ولا بطوله. ففكر شيطاني، بس بيوزعوه بطريقه ايه؟ ده احنا عشان الفلوس. طب ما انت الفلوس بتشارك كل سنه ليه؟ يبقى انت راجل كداب. انت القصه كلها ان انت هتلاعب بيراميدز، فقلقان تتروق،
فيتحط عليك ضغط جماهيري بدايه الموسم، فانا بعمل ضغط. والله غيرتوا لنا اللائحه، واحنا كده كده نادي احنا اللي بنحط اللوائح لينا، وهنلعبوا احنا المصري بدل الزمالك، وغيرتوا لنا اللائحه هنروح. ما غيرتوش اللائحه وهم متعودين على كده وبطولاتهم كلها كده، ما غيرتوش اللائحه يبقى احنا مش هنروح، والحجه جاهزه، حجه ان احنا جايين لنا بطوله ثانيه وديه بفلوس اكتر. تمام؟ لكن الحقيقه هي اللي احنا بنقولها. فمش موضوعنا، مش موضوعنا. احنا ان شاء الله كزمالك بطل دوري هيلاعب بطل كاس العاصمه اللي هو النادي المصري. بيراميدز بطل كاس هيلاعب الفريق الكارت الذهبي اللي في الغالب لو مش الاهلي هيبقى نادي سيراميكا. اخر حاجه معانا عايزين نتكلم فيها النهارده وهو بزيرة. طبعا عامل لهم وش. محمد عبد الوهاب عضو مجلس الاداره لما كان طالع وقال لك احنا من ايام ايمانويل اللعيب في الزمالك اللي بينور وما بنقدرش عليه، بنعمل ايه؟ وما بنقدرش نعمل له كوبري ونجيبه الزمالك ونجيبه من الزمالك للاهلي زي رضا عبد العال وقتها، بنعمل ايه؟ تاريخهم كده، هو اللي قال مش احنا اللي بنقول. عشان بيقول لك بتجنوا علينا ونظريه مؤامره، ما انتوا اللي بتقولوا. سبحان الله، هم اللي بيقولوا. قال لك بنعمل ايه؟ بنجيب له عروض من بره. فكان زيزو عندنا منور، فكانوا جايبين له عروض. مجرد ما خلاص مش هيجدد والفتره قلت، العروض راحت. سبحان الله، العروض وقفت. ما خلاص، ما الكوبري كده هيعدي من غير عروض. فدلوقتي مين اللي منور؟ بزيرة. شغل اللجان جيمي ان انت ايه؟ ان انت جاي لك عروض 5 مليون دولار هتحل مشكله الزمالك. 5 مليون، فالزملكاويه يعني يقعوا. طب خلاص لو جاي له عرض ب8 احنا موافقين. لا، رسميا احنا بنقول بزيرة كده كده مش للبيع. مش بس راي جماهيري، ده راي مجلس اداره. في حاله فك القيد او عدم فك القيد بزيرة مكمل. ده طلعوا عليه اشاعات وهو في البرازيل ان هو مش جاي وهرب وهيفسخ. يقوم عين اللعيب اللي هو فاضل شويه بقى بينطق عربي منهم، راح متصور بتيشيرتات الزمالك ومتصور مع روماريو اللعيب الاسطوره البرازيلي وبتيشيرتات الزمالك، وبقى مجنون زمالك. فهو جننهم ازاي لعيب زي ده مجنون، بقى مجنون زمالك؟ ده بيمثل، ده بيعمل. انت مالك؟ خلي بس انت عندك لعيب يحبك ويمثل. فانا مش عايز اطول عليكم وبقول لكم الاخبار دي. عندنا اخبار تانية عن النادي الاهلي والكوارث اللي فيه. اللعيبه نفس القصه بتاعت السنه اللي فاتت، محدش عايز يجدد لهم، وبداوا يسربوا برضو اللجان بتاعتهم، يلا جددوا، ده احنا هنقلل العقود، ده زيزو مغطي عقده. كل ده عشان حسين الشحات قال لهم مش اقل من 60 مليون، ده واجب عشانكم، لانه جاي له عروض ب 3 مليون دولار في ليبيا وفي دول الخليج، قطر والامارات تحديدا. تحسين 3 مليون، وهو عايز الاهلي. قال لهم انا لحد 60، يعني تقريبا تلت اللي معروض عليه. انما انت بيتكلم في 80 وانزل ل 60. انتوا بتدوا زيزو 110 و115، فانا موافق بال 60. هم يقولوا له لا ما عندناش، انت هتنزل لل 30 وكله هينزل. زيزو قال لهم لا. فعندهم مشاكل جامده جدا جدا، بس احنا مش عايزين نتكلم على حد دلوقتي. احنا الفيديو النهارده كنا حابين نكلمكم على شويه اخبار مفرحه. ان شاء الله في الاسبوع اللي جاي، المجلس الحمد لله استجاب وبيخلص مشاكل القيد بسرعه، مش زي ما هم كانوا ناويين. وده برضو فكر شيطاني كان للمجلس، كان بيحاول يخلص المشاكل في فتره طويله عشان ما يتضغطش من جماهير نادي الزمالك ويجيب عدد لعيبه قليل. لكن لو خلص دلوقتي هنقول له اللعيبه فين؟ فلا، قال لك لا، كده اسم الزمالك وسمعه الزمالك والضغط الجماهيري، احنا كده كده ناويين نخلص، يبقى هنخلص بسرعه ومفيش وقت ويلا نلم فلوسنا. فده ان شاء الله في خلال الاسبوع اللي جاي هنبدا نسمعكم اخبار كويسه جدا. وبعدين نخش بقى في اللعيبه الجديده اللي هم بالمناسبه منهم 5 مضوا، 5 لعيبه ماضيين فري للزمالك مستنيين ازمه القيد تترفع، وهيبدا يتعلم معاهم واحد واحد. بكده ان شاء الله نكون خلصنا اخبارنا النهارده. لو عجبك المحتوى وعجبك الافكار بتاعتنا ما تنساش تدعمني باللايك والشير. دعمك يهمني ودعمك بيكبرنا سوا، ونفضل سوا ان شاء الله مع بعض. شكرا ليكم، اشوفكم على الف خير. السلام عليكم.